حسب آخر الأخبار وتماشيا مع نبض الشارع الكروي المغربي، خاصة مع الأداء السيء لوليد الركراكي رفقة المنتخب الوطني المغربي، خاصة في المباراتين الأخيرتين وكذلك خلال التوقف ديال شهر مارس. هناك مجموعة من الأخبار من داخل كواليس الاتحاد المغربي لكرة القدم تفيد على ضرورة التغيير داخل المكتب المسير للمنتخب الوطني المغربي، والتغيير قد يطال هذه المرة الكادر التقني المرافق لوليد الركراكي وليس تغيير المدرب بعينه. أنا أعتقد هذه الخطوة هي خطوة جيدة، لأن وليد الركراكي صار له أكثر من 5 سنوات ولم يغير في الطريقة. هناك نتائج صراحة، 12 انتصار على التوالي وهذه سابقة داخل المنتخب الوطني المغربي، ولكن الاداء ما كاينش. الاداء اللي غادي نواجهوا منتخبات كبيره، منتخبات قويه، اعتقد اننا لن نفوز على هذه المنتخبات. شفنا كم من مره، شفنا السنغال فازت على انجلترا بثلاثيه في الاولد ترافورد، وبالتالي فعلينا أن نعد العدة بشكل جيد وعلينا أن نستعد. شفنا كذلك المنتخب التونسي يتصل بحسين عموتة ويوفر له 70 مليون سنتيم مغربية كل شهر لقيادة نسور قرطاجة في كان القادم. كذلك المنتخب المصري يستعد جيدا، والمنتخب الجزائري يقول بأننا نحن آن الأوان لكي نضيف النجمة الثالثة لقميصنا هنا داخل المملكة المغربية. وبالتالي الرهان كبر، ووليد الركراكي صراحة منذ وصولنا إلى نصف نهائي من كأس العالم والمنتخب الوطني لا يتخبط في النتائج ولكن يتخبط في الأداء. هناك تجربة من مجموعة من اللاعبين، وليد الركراكي جرب الكثير والكثير من اللاعبين صراحة، وهذه التجارب لم تؤتي أكلها. مجموعة من اللاعبين كيوظفهم في أماكن ليس بأماكنهم المعتادة، وبالتالي هناك تخبط كبير جدا جدا. لا يمكن الشارع المغربي كل الشارع المغربي يتفق على ضرورة تغيير شيء ما داخل المنتخب الوطني المغربي. لا أعلم، ولكن لا أعلم، ربما تغيير لاعبين، تغيير مدرب، تغيير الطاقم المرافق للسيد وليد الكريكي. على أي هناك كواليس، هناك استجابة للنبض الشارع الكروي المغربي على ضرورة تغيير شيء ما. لا أعلم، ضرورة تغيير شيء ما لكي نفوز بالكان الكأس الأمم الإفريقية هنا بالمغرب. ملي كنقولوا الفوز، كل شيء متوفر داخل المغرب، كل شيء متوفر. حتى وإن وصلنا إلى النهائي وخسرنا النهائي فلن نرضى بدون الأميرة السمراء. نتمنى كل التوفيق لوليد الركراكي ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي.